وقف وقف شوي يا ابني. ايش بك عمو؟ عمو من شوي جا واحد ساهم عندي واعطاني 5 مزورة. ورجيني هلا شوف عمو. لا عمو ما فيها شيء، هي ما هي مزورة، بس هي قديمة شوي. خلص راح اخذها انا واعطيك وحدة بدالها جديدة. سيك عمو. بس عمو هي ما هي مثلها، هذيك 5 ليرات هي 100 ليرة. ايش فرقت؟ كله نفس الشيء. عمو هدول الاغراض كلهم شط حقهم، انا بشتريهم منك. عمو هدول كلهم حقهم 25 ليرة. تمام عمو اتفقنا، راح اخذهم. تفضل عمو. لحظة عمو ارجع لك الباقي. لا ترجع شيء. هدول حقهم 100 ليرة، انت ما عرفت تحسبهم. طيب عمو الله يرزقك. الله يسلمك يا عمو. عمو ليش مالك لابس جواب؟ ليش بوطك مشقوق؟ والله يا عمو ما عندي غيره. يا رضا نعم بابا. تعال عندي، انزل ابني شوي، تعال. نعم بابا. تمام هيك عمو؟ ايه تمام عمو الله يرزقك. عمو وقف شوي. عمو انت مين؟ مين يعني؟ انسان مثلي مثلك. لا عمو انت في جواتك سر. شلون يعني يا ابني؟ ما فهمت عليك. في بقلبك خوف من الله، في بقلبك حنية، في بقلبك إيمان. عمو بتعرف الله شو عم يكفيني انت؟ فرحت قلبي من جوا، يا عمري ما فرحت هيك فرحة ولبست بوط جديد. عمو بس بدي منك طلب صغير. تفضل عمو. أنا شفتك لما حطيت لي هدول مصاري بجيب جاكيت، وأنا ما رح أقول لك ما بدي إياهم وما باخذ شي من حدا، بس هلا هدول مو صاروا إلي وأنت عطيتني إياهم؟ إيه طبعا عمو. بدي أأمن
لأخواتنا اللي قاعدين بالخيام ما عندهم مكان يناموا فيه وعم بيناموا على الواقف بالميات والطوفان. هدول صاروا أمانة برقبتك، تفضل خدهم. فعلا ما بحس بالفقير إلا الفقير. حسبي الله ونعم الوكيل. وصلت أمانتك. عن ربك ما راح يضيع شيء. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: فمن يعمل مثقال ذرة